عاملين ايه؟ احلى واجمل واغلى اخوات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. مشربش فنجان القهوه انا من غيركم، ولا ابدا يومي الا بفنجان القهوه. النهارده صحيت متحمسه، اي نعم انا صاحيه متاخره، الساعه دلوقتي تقريبا 11 ونص. بقالي فتره كده مواعيد نومي ملخبطه للاسف، بنام مثلا 5 و6 وبصحى 10 ونص 11 كده يعني، فالدنيا شويه ملخبطه معايا. بقالي شويه عايزه اعمل محشي وعايزه اعمل كوارع. اختكم هدى عندها كوارع كده، كنت جايباها ومتبلاها، طبخت منها واتبقى عندي طبخه. وبقالي فتره طويله يقول يا ربي عايزه اعمل محشي واعمل الكوارع، عايزه اعمل محشي واعمل كوارع. كل مره تتاجل لسبب، محمود يقول لي مثلا خليها لبكره، خليها لبعده، انا اكسل اصحى متاخر. صحيت النهارده من النوم هعملها يعني هعملها، حتى لو هنتاخر في الاكل والله هعملها يعني هعملها. بحب اما اجي اطبخ الكوارع ديت ابقى بدأها من بدري قوي علشان تلحق ان هي تستاهل ان بتاخد تسويه. بس هي الموضوع كبر في دماغي بصراحه يعني. على ما صحيت بقى وفوقت كده، بصراحه مش اول فنجان قهوه اشربه، شربت فنجان قهوه الصبح اول ما صحيت على طول، انا لسه بفتح عيني كده. فان شاء الله النهارده ورانا يوم تحفه، هو يوم مضغوط، يوم مشحون، يوم فيه حاجات كتير. يوم المحشي ده يوم مكركب قوي، ولا مجهزه صلصه ولا كان عندي صلصه في الفريزر، فانا هعمل معاكم التسبيكه وهنسوي الكوارع ولسه هنجهز ورق العنب وممكن اعمل كمان شويه كوسه وبتنجان. فورايا حاجات كتير، اصلا المحشي بياخد نص اليوم كله، فربنا يستر ان شاء الله خير. ريلاكس انا هدى، هتلحقي يعني هتلحقي، انا اهم حاجه عندي الحق الاكل ده قبل الساعه 6 7، فان شاء الله هنلحق. اشرب القهوه بتاعتي كده، نشوف هنعمل ايه وهنبدا بايه. اعتقد اول حاجه هنبدا بيها الكوارع، ويا رب يا رب تستوي في 6 ساعات يا رب، كده تبقى زي الفل قوي. بس ما ننساش قبل ما نبدا الفيديو نعمل اللايك الحلو بتاعنا، واللي بيتفرج عليا لاول مره مش عامل اشتراك للقناه ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زرار الجرس، ويلا بينا على المطبخ. يلا بينا. هبدا اول حاجه كده ان انا اسوي الكوارع عشان هتاخد مني وقت. طبعا الكوارع دي انا كنت جايباها من قبل كده وكنت متبلاها، طبخت منها طبخه، واتبقى عندي الكيسين دولت على قد يا دوب طبخه، على ما تتخلى والعظم بتاعها يطلع وكده، فيدوب تكون طبخه. حطيت هنا كده معلقه سمنه بلدي صغيره خالص. عايزه اقول لكم ريحتها طالعه خطيره. احلى حاجه ان احنا نتبل الكوارع ديت قبل ما نحطها في الفريزر، بتبقى طعمها رهيب، احسن كده ما بتتعمل من غير تتبيله. طبعا انا كنت عاملاها معاكم قبل كده هنا في القناه، فدوروا في القناه كده هتلاقي طريقه التتبيله بتاعتها. سمنه سخنت كده، احط الكوارع تاخد تشويحه. بصراحه دي اكتر طريقه انا عملت بيها الكوارع، بتبقى حلوه، وريحه الشوربه بتاعتها لو هنستخدمها في محشي بتبقى حلوه قوي. الكوارع نفسها بتبقى طعمه، مقطعاها كده قطع صغيره علشان تستوي بسرعه. لقيت الحله كده صغيره عليها عشان تاخد راحتها كده في التسويه، واخد منها كده شوربه حلوه، فنقلتها في حله اكبر. هسيبها لحد ما تتشوح كده تغير لونها، واحط عليها ميه، ومش هضيف لها اي حاجه تانية الا اذا احتاجت ملح، وبس كده خلاص. الكوارع نسيبها تستوي براحتها، ويلا بينا نكمل بقيه الاكل. الكوارع كده سبتها لحد ما اتشوحت، عايزه اقول لكم ريحه طالعه من دلوقتي خطيره. احط عليها كده ميه سخنه، لازم الميه تكون سخنه بتغلي علشان ما تعملش طبقه كده لونها ابيض. لو الحاجه متشوحه، اللحمه متشوحه او الكوارع او اي حاجه، بنحط عليها ميه سخنه ما بتعملش اللون الابيض ده، ونسيبها على نار عاليه تغلي على طول. احط عليها كمان كاتل ميه وازود لها الملح، وزودت عليها حبهان وورق لورا. بس كده الكوارع تكون خلصنا منها. اجهز الصلصه. حطيت كده معلقتين سمنه بلدي، وحطيت هنا كده ده دهن، وفي حته لحمه فرمتها في الكبه. بصوا هسيبه كده لحد ما يسلي وينزل الدهون بتاعته، ولو حسيت ان هي محتاجه شويه زيت او شويه سمنه هزود. احلى طريقه لعمل شويه محشي، اي نعم هيزودونا 5 6 كيلو 7 8 كيلو كده يعني، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، نتيجه خطيره. اسيبها كده لحد ما تنزل الدهون بتاعتها. جهزت هنا كده 3 بصلات، وقطعت فلفل اخضر وفلفل رومي، وطبعا هنحتاج توم مع البهارات. هنزل كده بالبصله، هندي للبصله كده تشويحه، يعني مش هنحمر البصل، يا دوب ياخد تشويحه. والبصل بيتشوح كده احط عليه رشه ملح عشان يدبل بسرعه، ورشه فلفل اسود. البصله كده اتشوحت وقربت ان هي تاخد لون، واحط عليها كده 3 فصوص توم. حطيت كده معلقتين كده من الصلصه، وهديهم تشويحه ريحه الفلفل بس تطلع كده والصلصه تندمج مع البصل. فرمت كده شفشق طماطم نحط عليه، وبكده الصلصه بتاعتنا تكون جاهزه. نضيف بس عليها البهارات، فلفل اسود، معلقه كبيره كده من بهارات المحشي، احط كده معلقه بابريكا، مكعبين مرق الدجاج، كزبره كده من الناشفه، وشويه كده من السبع بهارات، وبس. هسيبها كده لحد ما تتسبك على نار هاديه خالص. لو حسيت ان هي محتاجه ملح، محتاجه ان انا ازودها فلفل اسود بابريكا اي بهارات، هبقى ازود لها بعدين. بس كده نكون خلصنا الصلصه. عندي كوسه وبتنجان، فقلت اعمل حله محشي كوسه وبتنجان كده مشكله بالمره. ممكن ابقى ازود واحدتين فلفل على حسب اشوف الرز هيقدم ولا مش هيقدم. البتنجان كده اجيبه على الرخامه وايه،
ونعمله كده بحيث ان هو يطرى معانا فيتعمل بسرعه. لما بنعمله كده على الرخامه بيبقى طري، لما نيجي كده ناخد القلب بتاعه بيبقى سهل قوي في العمايل. الكوسه شطفتها الاول كده بميه لان الكوسه بيبقى فيها رم، فلو عملناها كده خربشناها كده على طول من غير ما نغسلها هتلاقوا الرم دخل جواها كده، مش هتعرفوا تطلعوه وقت الاكل، هتلاقوها كده بتقرقش معاكم. فنديها شطفه الاول او نمسحها بمنديل لو احنا مكسلين، وبعدين نخربشها كده بقى بالسكينه او بالبتاع اللي هي المقوره دي. اختكم نهوده فصلت، يعني انا ندمانه على الحماس اللي انا عملته في بدايه اليوم ده. عملتش الصلصه من بالليل وجهزت الحاجه وطلعت الكوارع من الصبح بدري قوي، انا غلطانه. كوبايه قهوه رقم 3 في اليوم والاخيره ان شاء الله. بصوا بقى، ابدا كده اول حاجه بورق العنب عشان بياخد مني وقت. قطعت كده بصل وليمون واحده بطاطس كده وحطيتها في ارضيه الحله. جبت كده الخلطه بتاعتنا هوده بعد ما اتسبكت، عايزه اقول لكم ان الريحه طالعه خطيره وطعمها تحفه. زودت عليها دبس رمان. الاستاذ بطاطس حبيبكم وحبيب قلبي من جوه. طب ايه، عايزه اكمل تصوير؟ بتفرض شخصيتك على شخصيتي بطاطس؟ وحشتوني بست بطاطس. هبدا كده الف ورق العنب الاول لان هو الاساسي في الاكله، لان انا عايزه اعمل محشي ورق العنب اكتر من الخضار المشكل وكده. انا عندي فلفل وعندي بتنجان وكوسه اكتر من كده، بس يعني انا عايزه الاكتر ورق عنب عشان يبقى لايق مع الكوارع يعني، وانا بحب ورق العنب الصراحه. ده ورق العنب اللي انا كنت جايباه معاكم في فيديو المشتريات من ماركه اسمها جيفريك تقريبا او حاجه زي كده. انا فتحته لقيته ان هو مسلوق جاهز على العميل على طول، بس برضو عملت ميه فتره كده وحطيته في الطبق بتاع 5 دقائق وحطيت معاه رشه كمون وعصرت عليه ليمونه، بحيث ان هو برضو يعني يبقى مظبوط وفي نفس الوقت اغسله غسله كويسه. يعني ما بضمنش الحاجه اللي جايه ديت. انا ندمانه قوي والله ان انا ما عملتش ورق عنب. بحب اقول انا افرزه في الثلاجه بيقعد معايا من السنه للسنه بيبقى خطير. بس ده على فكره شكله حلو، النوع بتاعه شكله حلو. قولوا لي في الكومنتات ايه النوع الحلو اللي انتم مجربينه في ورق العنب، اجيبه عن تجربه. في نوع جربته زمان بس ما كانش حلو خالص، كان ورقه مهري كده ومش حلو. ده حاسه ورقته كويسه بصراحه. شاركوني كده في الكومنتات غداكم كان ايه النهارده. عايزه اتكلم معاكم كده في موضوع، في كام كومنت كده يتكرر في اخر فيديوهات، فانا عايزه ان انا اوضح المعلومه ديت او انا عايزه اوضح الكلام. بصوا، في ناس بتقول لي هدى انت بتيجي في الفيديو بتبقي جاده قوي، ما بتبقيش مرنه وبتبقي واخده وضع معين، وبنشوفك على التيك توك بتبقي بتضحكي وبتهزري وبتفرفشي، ليه هنا مصدره الجد وكده وهناك مصدره الفرفشه. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، والله العظيم ربنا يعلم غلاوه اخواتي اللي هنا ايه، كل منصه بتختلف عن المنصه الثانيه، كل منصه شغلها غير المنصه دي. هنا انا بادي فيديو، بمعنى يعني انا مثلا بعمل معاكم الاكله فانا بوريكم تفاصيل الاكله ويومي كان ماشي ازاي وعملت ايه وكده. لما بيكون حوده معايا في الفيديو هتلاقوني بضحك وبهزر وبفرفش وبقلش على حوده، حوده يقلش عليا، نهزر نقول حاجه تضحك كده، في حوار رايح جاي، بلاقي حد بتكلم معاه في الفيديو بتناقش معاه كده، هقعد اضحك وههزر مع نفسي، يعني مش هضحك نفسي وههزر نفسي يعني فاهمين؟ فبكون جوه سياق الفيديو. تيك توك طبعا هناك اللايف مختلف، اللايف واقعي، بمعنى يعني انا بكون قاعده في اللايف، بكون فاتحه اللايف، انتوا بتكتبوا كومنتات، حد مثلا ممكن يكون بيتكلم في موضوع جد نتناقش فيه، انتوا كتبتوا كومنت مثلا يضحك او كده فبنضحك بنهزر، بس هو ده الفرق والله. لكن مش بكون متقمصه شخصيه هنا وشخصيه هنا ابدا، بالعكس انا على طبيعتي سواء هنا او هناك، انا على طبيعتي والله. بس هو محتوى الفيديو هو اللي بيحكم عليا انا اكون ايه او اكون واخده شخصيه ايه. حبيت بس ان انا اوضح لكم الحته ديت، عشان انا مش بحب ان انا اكون متجاهله كومنتات او اكون حاسه ان انتوا داخل عليكم امور وانا مش عارفه ان انا اوضحها، لان في الكومنتات ما بعرفش ان انا استفيض معاكم بالكلام وكده. على قد ما بحب ورق العنب على قد ما عمايله تاخد وقت بس ممتع بصراحه. يعني انا احب اعمل ورق العنب وما اعملش الكرنب. دي اتقطعت. هخلص انا ورق العنب كده، احاول ان انا انجز نفسي بسرعه، عشان كده انا بدات ان انا اتاخر الصراحه ولسه الاكل هيستوي، فاخلص كده وارجع لكم. هنا كده قطعت بصلايه وطماطمايه وفلفل اخضر وفلفل حامي وفلفل احمر، وقطعت كده الكوارع بعد ما استوت قطعتها قطع صغيره، وحطيت عليها معلقه من صلصه المحشي وزودت شويه بهارات كده تحبيشه، اشوح الكوارع كده مع التخديعه اللي انا عملتها ديت وبس. خلاص كده الكوارع خلصت والمحشي بيتردد. هي دي الصينيه اللي تهون على الواحد واقفه 6-7 ساعات تقريبا والله. الله عليك يا هدى، الله ايه رايك في الشكل؟ المحشي الورق العنب بيلمع، محتاج ان انا اكله على طول وانا اكله والله العظيم، والله العظيم تعبت من الوقفه. بصوا الكوارع خطيره بعد التخديع، اللي ما بيعملش الكوارع بالتخديع اللي انا بعملها دي ما اكلش كوارع اصلا. حوده بيدعي عليا في الكواليس. مش
قادر يا جدعان، مش قادر والله. تسلم ايديك يا محمود. بألف حاجه ما هنا شاء يا الله روح. يعني، تعب واضح والبهدله اللي في المطبخ باينه يعني. انا لو قعدت ادوق مش هدوق، انا هاكل. الاكل لذيذ خطير، شويه جرجير وشويه مخلل. نروح ناكل وارجع لكم تاني. يا صباح الخير يا صباح الفل. طبعا قلت لكم هاكل المحشي وهرجع لكم، وضحكت عليكم وما رجعتش، كلت وقدخت ورحت. كان ورايا كام حاجه كده خلصتها، فقررت ان انا صاحيه النهارده كده عايزه اعمل كيكه، عايزه اعمل حاجه حلوه. فاكرين الكيك اللي احنا كنا جايبينه مع بعض في المشتريات، اللي هي كانت واحده بالفانيليا وواحده اللي هي بالبرتقال؟ انا بصراحه بحب اللي بالبرتقال اكتر، فانا قررت ان انا اخد القرار كده ونعمل كيك بالبرتقال. فهنشوف هتطلع حلوه ولا لا. انا كنت مجرباها زمان قوي، كانت نجحت على ما اتذكر يعني، مش متذكره قوي بصراحه عشان انا كيك الشاي ديت يعني ايه اكتر حاجه بتفشل معايا. هي مكتوب عليها ان احنا هنحتاج 3 بيضات ونص كوبايه لبن ونص كوبايه زبده او نص كوبايه زيت. فانا للامانه كنت حاطه نص كوبايه زبده في الميكرويف بسيحها، بقت ربع كوبايه، فارت ونصها وقع واتبقى نص. فحطيت نص زبده على يعني نص الكوبايه، حطيت نصها زبده ونصها ايه زيت. وهزود انا فانيليا، المفروض ان هي عليها السكر وعليها البيكنج باودر وعليها بقيه المكونات. يلا بينا كده نبدا المكونات نعملها مع بعض ونشوف الكيك ده هينجح ولا ايه الدنيا. يا جماعه بجد مش عايزه اشكر لكم في المحشي اللي انا كنت عاملاه امبارح والكوارع، بس لو ما عملتوش الاكله دي بنفس الطريقه انتوا خسرانين كتير. هبدا انا كده اكسر 3 بيضات. هو المفروض قال ان انا اضيف المكونات كلها، يعني احط خليط الكيك واحط البيض والسمنه واللبن واضربهم كلهم مره واحده، بس انا مش هعمل كده. ليه؟ هحس ان البيض ما اتضربش كويس فممكن يعمل ريحه زفاره، واحنا الخطوه ديت احنا مش عايزينها خالص عشان الكيك ما يترماش. فهضرب البيض الاول لحد ما يبقى خليط وبعدين اضيف عليه بقيه المكونات. هضيف عليها كده فانيليا، نزود من عندنا عشان نبقى ضامنين ان هي ريحتها تبقى كويسه. نحط الزبده، زبده وزيت، بس هي الافضل لو كانت بزبده بس كانت هتبقى احلى طبعا. البيض والفانيليا والزيت والزبده والحليب. شغلت الفرن يسخن على درجه حراره 200. ريحه الخليط حلوه قوي، مكترين فيه خليط البرتقال. قلبتها كويس كده لحد ما بقت القوام ده. اعتقد ان ده اصلا القوام الطبيعي، مش محتاجه ان انا ازود لها حليب ولا ازود لها اي حاجه. جبت القالب كده، اخترت القالب ده، حاسه ان هو هيبقى حلو وهيبقى على قد الكيكه. دهنته كده بالزيت وبعدين بطنته كده بشويه دقيق، رشه دقيق كده يعني تبطينه خفيفه عشان بس ما تلزقش. وننزل بقى الخليط بتاعنا. بس يا بطاطس نديها كده خبطتين. شوف، هحطها في الفرن كده على درجه حراره 170 180، هما كاتبين كده، وكاتب المفروض ان هي تقعد من 40 ل 45 دقيقه، وقت طويل قوي. مش عارفه الوقت ده كويس ولا هيبقى زياده عليها. المهم انا هتابعها بعد نص ساعه. احط كده فيها خله اللي هي بتاعه الشيش طاووق كده او سكينه، واشوف لو طلعت نضيفه تبقى هي خلاص استوت، واتابعها بقى. احطها في الفرن ونشوف مع بعض تطلع كويسه ولا مش تطلع كويسه. ويا رب يعني ايه ما تكسفني الكيكه دي قدام محمود، عشان انتوا عارفين محمود قد ايه بيحب الحلويات. فلو طلعت مش ناجحه يبقى شكله وحش قوي بجد والله العظيم. شوفوا لي جمال الكيكه وحلاوتها وطعامتها ولونها الجميل الخطير. اخدت على فكره في الفرن بالظبط 31 دقيقه على درجه حراره 170، علشان ما تسيبوهاش 45 دقيقه ترجع تلاقوها متفحمه، لان انا لو كنت سبتها دقيقتين كمان كنت هلاقيها خلاص اتحرقت. فانتوا من اول 25 دقيقه ابداوا تابعوها كده. فتحتش عليها غير مره واحده بس، لما لقيت وشها احمر حطيت فيها السكينه طلعت نظيفه، طفيت عليها وما فتحتش عليها طبعا الشوايه ولا اي حاجه. بس ريحتها طالعه حلوه قوي ولونها خطير. تعالوا نقلبها مع بعض ونشوف بقى ايه، هل اتحرقت ولا ما اتحرقتش، عشان وارد جدا تكون اتحرقت. يعني دايما بحس ان مفيش حاجه يعني بتكمل مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل لما بشوف القالب ده بفتكر الكيكه بتاعت قدره قادر، عايزين نبقى نرجع نعملها مع بعض.
كانت كيكه خطيره. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم لو كانت اتسابت لحد 35 دقيقه كانت اتفحمت، يعني هي كده يا دوب. والله خطيره وريحتها حلوه. طبعا الكيك لازم يبرد عشان يبقى طعمه حلو، بس انا هفتحها معاكم كده نشوف حته منها وبعدين نسيبها تبرد براحتها. شوفوا هشه قد ايه ومفتحه كده وحلوه، ريحتها طالعه حلوه قوي، مفيش فيها ريحه بيض ولا اي حاجه من دي، هي بس محتاجه ان هي تبرد عشان تبقى ماسكه وتبقى بارده كده يبقى طعمها حلو. حلوه. ممكن نعمل لها اي صوص احنا حابينه ونضيفه عليها. لحد هنا الفيديو بتاعنا يكون انتهى. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا عليه لايكات كتير، واللي بيتفرج عليه لاول مره مش عامل اشتراك على القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك علشان نكبر العيله بتاعتنا. هسيب لكم في اول كومنت مثبت لينك الانستجرام والتيك توك والفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله على خير، وباي من غير سلام.